اعترافات شيعية. إيران ذهبت إلى اتفاق مع الأمريكيين أن إيران تخدم السياسة الأمريكية، في المقابل أن أمريكا تغض الطرف وتسمح لإيران أن تعزز مواقعها في العالم العربي والإسلامي. هذا الرجل محترم الشيخ، هذا عنده دين وشجاع. سلاح المقاومة بعد 2000 تحول إلى خنجر في صدر اللبنانيين وصدر السوريين وصدر العراقيين وصدر اليمنيين وصدر العدالة، واليوم نحن في أسوأ أوضاعنا. هذا الشيخ رائع، أنا أسمع له هواية ورائع جدا، والله يوفقه والله ينوره والله يرزقه في الدنيا والآخرة. أقسم لكم أن من يهاجم أهل درع، أهل إدلب في سوريا ويقتل أطفالها بالضبط شريك من قاتل في كربلاء أطفال الإمام الحسين. والله معك حق. إيران نفس الشيء، بدأت ترد على مقتل قاسم سليماني، عملت لعبة مع الأمريكان، وبعده لهلا ترامب بيضحك عليهم ويقول نمت تلك الليلة آمنا مطمئنا لأنه أبلغونا الإيرانيين بأنه لا حيعملوا هيك تهبيلة من شان بس لمعنوياتهم بالداخل الإيراني يسخرون من أهليهم. الرجل واقعي وأطروحاته مرعبة، يعني قام يضوي على الحقيقة بكل الجوانب، والله يحفظه ويستر عليه. أنا قلت لكم وأكرر من زمان ما في مقاومة يا أخوان، هذا في كلام، متفقين على كل شيء على كل خطوة. أنتم بناءكم هاي الضربة الأخيرة مو متفق عليها، مرسومة أبعادها بأطوالها بعرضها متفق عليها. حينما أنت تتفق مع عدوك لهذه الدرجة بيكون عدوك هو؟ لا، بيكون عم تركب فيلم على أهلك، عم تسخر من أهلك. هذه حقيقة. أعزك الله، أطال الله في عمرك يا شيخ. من هنا نحن نعرف أن الأمريكي مسؤول ويريد دمار المنطقة، لا إشكال في ذلك، وهو صريح وواضح لا يخجل بمواقفه. لكن هناك مسؤول إقليمي أساسي فيما يتعلق في لبنان وفيما يتعلق بالعراق، إيران. السيد خامنئي هو المسؤول الأساسي عن الفساد في لبنان وفي العراق. ما يجري في لبنان، دمار لبنان، يتحمل هو مسؤول. هذا شيخ فاضل، خوش كلمات عده رائعة. ينطقون عن غير وعي. بماذا تفتخر؟ عن ماذا تتحدث؟ جايب جنود من كل الأرض حاطتهم بجنوب لبنان لحماية، تحت عنوان حماية لبنان. هو الحقيقة ليس كذلك، حماية إسرائيل، لأنك لا تستطيع أن تحمي نفسك. الشيخ هذا رائع رضوان الله عليه، الله يمكنه. تعرفون احنا ماكو شيء ما نعطيه حقه. لكن للإنصاف وللواقع الأمريكان أبدا ما بدهم يؤذوا إيران، ولا بدهم حرب مع إيران، بالعكس هم بدهم يستنزفوا المنطقة، يضعوا إيدهم على القوة الحقيقية في المنطقة. القوة الحقيقية في المنطقة هم المسلمين اللي جمهورهم السنة. هؤلاء الحقيقيين، هؤلاء اللي بيحرروا القدس. رحم الله أمك وأبيك الذي أنجباك فجعلا فيك الشجاعة والإباء والغيرة والشرف.